فيه شبه بالنمير مسلم فينبغي أن يلحق بعالم النمار. بيحطوا في حديقة الحيوانات مسلم بهيمة نوع نمر، مسلم بهيمة نوع نمر. قالوا وإذا رأيت الرجل هجاما على أعراض الناس أوكي. لا يفتر عن مهاجمة الناس وهتك أستار أعراضهم، هذا فيه شبه أكرمكم الله بالكلب. مسلم نوع قالوا كلب. فينبغي أن يلحق بعالم الكلاب، لأن طبيعة الكلب أن يجفو من لا يجفو. مسلم نوع كلب، مسلم بهيمة نوع كلب، مسلم بهيمة نوع كلب. وأن يؤذي من لا يؤذيه. رجل يقع في أعراض الناس وهم لم يقعوا فيه بشيء ولم يتكلموا فيه بشيء، وهو يقع في أعراضهم، فيكون عياذا بالله أشبه بالكلب، لأن طبيعته وعادته أن يشفو من لا يشفو عنه ويؤذي من لا يؤذيه. ده قرآن يا عم. ايش اسمك هذا؟ ايش اسم هذا؟ بيقول من هذا الشيخ جناوي. يا جناوي هذا تفسير القرآن، سورة الأنعام الآية 38. المسلمين كأنما الأنعام يعني أمم أمثالكم. وإذا رأيت الرجل إذا رأيت فيه عناد دا تيم. إذا رأيت الرجل مثل تيم وحب لمخالفة الناس، يعني تيم ايش تقول له؟ بيقول لك لا. بتقول له يا عم انت حمار، بيقول لك لا انا بفهم. بيقول له الرسول كان بتاع عيالي، يقول لك لا اشرف الخلق. بيقول له الرسول كان ابو بهيسة بينكح بيه، بيقول لك اشرف الخلق. ومعارضتهم لغير علة ونكتة وفائدة. اسمع يا تيم، اسمع. قد أولع بالخلاف او بيعاند، ده معارض، فهو مولع بالمعارضة لأجل المعارضة. ده تيم، هذا فيه العكس. بس يقول الناس نعم ويقول هو لا. نعم. وإذا قال الناس لا قال هو نعم. قالوا هذا وأمثاله فيه شبه بالحمار. ده مسلم بهيمة نوع حمار، مسلم بهيمة نوع حمار. فينبغي أن يلحق بعالم الحمار. راح يحطوك في حديقة الحيوانات مع الحمير يا تيم، لأن الحمار أجل من في هذا المجلس. لا أنا مصدق، ما أنا يعني بشوف أمة المليار حمار. تخيل مليار حمار لم يعرفوا أن يقرأوا آية واحدة من قرآنهم، أكيد من الحمير راح يكونون. فهذا القرآن هو واصفكم بالحمير، يعني يعني القرآن يصف المسلمين بالبهائم والحمير والكلاب ما مستغرب، لا أنا متأكد من هذا الشيء. يعني معقولة في إنسان سوي يتبع رسول مهتوك العرض بتاع عيال لوطي شاذ وباقي ويعرف هذه المعلومات كلها ولحد الآن باقي بالإسلام إلا إذا كان حمارا؟ إذا أدنيته منك، إذا قربته منك فإنه يبتعد عنك لبلادته لأنه حمار. وإذا باعدته عنك فإنه يقترب منك زي الحمير. دا تيم تعطيه باونس من الروم، ثاني يوم يجي يقول لك رجعوني، دخل للروم يقول لك أنا حذبحكم. زي الحمير. وإذا رأيت الرجل متسلطا على أموال الناس، قد تعب الناس في تحصيل أموالهم، فإذا استجمعوا هذا المال وأرادوا أن يعنأوا به ويتمتعوا به، جاء هذا المتسلط على مالهم، إما بالخداع وإما بالسرقة وإما بالحيلة. قالوا هذا فيه شبه بالأسد. هذا تبع الأسد. فينبغي أن يلحق بعالم الأسود، لأن طبيعة الأسد أن يعتدي على فرائس غيره. هذا أسد. مسلم بهيمة نوع أسد، بس قليلين، هذا يمكن قليلين. شي فريسة يلا طيب يتهنى بها وتجي للأسد. وإذا رأيت الرجل يسعى بين الناس بالنميمة للوقيعة بهم، فيوغر صدر هذا على ذاك. هذا ايش هذا ديدنه وهجراه، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا فيه شبه
بالضربان. ده بالضربان. لا ده الضربان، ده الضربان. مسلم حيوان نوع ضربان، هذا الشيخ بيقول. فينبغي أن يلحق بعالم الضربان. بيحطوه في هو حديقة الضربان، الحيوان مع الضرابين. وتقول احنا في الدرجة الضربان، وهو حيوان صغير له شوك عياذا بالله. يعني قنفذ هذا. روعة. وإذا التسجيل جميل جدا يا تيم، ممتاز التسجيل هذا. رأيت الرجل كثير الروغان كثير التحايل أوكي. لا يثبت على حال عياذا بالله، ففيه شبه بالثعلب، فينبغي أن يلحق بعالم الثعالب. ده مسلم ثعلب، مسلم بهيمة نوع ثعلب، مسلم بهيمة نوع ثعلب. وإذا رأيت مالك يا خالد؟ تفضل يا خالد. خالد تفضل معك المايك، تفضل معك المايك يا خالد. طيب يا خالد، مو انت يا خالد، هل انت لساته خرج من الروم؟ طيب خرج من الروم. الرجل ينفر من مصاحبة الأخيار ويأنف من مجالس الذكر والعلم، بل همه عياذا بالله أن يتتبع عورات الناس وزلاتهم وعثراتهم وهفواتهم. ده تفسير الآية القرآنية يا صلعم، صلعميس. ده تفسير القرآن، سورة الأنعام، الآية 83. همه أن يتتبع هذا فقط. صلعميس هذه يخدم. قال فيه بالخنفساء. ده مسلم نوع الحشرات، مسلم خنفساء، ده مسلم خنفساء. فينبغي أن يلحق بعالم الخنافس. بيحطوه في عالم الخنافس في الحديقة. الخنفساء ايش تعمل؟ طبيعتها أنها تتغذى أكرمكم الله على القاذورات. الخنفساء يا عم، الخنفساء دي بتعيش على الحديقة في الورد وفي الزرع. بيقول لك بتتغذى الخنفساء. ده الصرصر يا عم مش الخنفساء. والأوساخ والنجاسات يرحمك الله، وتأنف من الرائحة الطيبة. ده فإذا قضى الله لها أن تموت ما عليها إلا أن تشتم رائحة طيبة فإنها تموت من حالها. هذا يلحق بعالم الخنافس عياذا بالله. مسلم خنفوس. وإذا رأيت الرجل همه فقط أن يعتني بظاهره فيتأنق في مظهره في لباسه وفي طيب رائحته مع فساد باطنه ومخبره، ففيه شبه بالطاووس. مسلم نوع طاووس، ده من الطيور. مسلم آخرها إذا رأيت الرجل حقودا. هذا نوع ايش هذا؟ لا يغفر زلة غيره. هذا تيم كل شوي يقول أنا بحقد عليكم، أنا حاقد عليكم. ولا يسامح ويسعى إلى الانتقام ممن آذاه وإن طال الزمن، ففيه شبه بالبعير مسلم نوع بعير. ده هو مسلم نوع بعير جمال. فينبغي أن يلحق بعالم الإبل. قال يخرب بيتكم يا مسلمين. طيب أستاذي فري فور ايفر، هل تريد المايك؟ طيب بنت الملك تفضلي معك المايك.